صباح الخير او مساء الخير على حسب وقت ما تشوفوني. النهارده هنعمل فراخ مشويه بخلطه خطيره. النهارده هنعملها بطريقه سهله وبسيطه وفي نفس الوقت فوق واحد، يعني من محبين بقى ان احنا ما بنحبش نعمل كذا ووك وبندهول كده حاجات كتير. لا، النهارده هنعملها في ووك واحد او في صينيه واحده بطريقه سهله وبسيطه والطعم خطير. النهارده نعملها مع رز بشعريه وسمبوسه محشيه ميكس جبن، ويلا بينا نشوف عملناها ازاي. اول حاجه جبت الطماطم والفلفل سبايسي وفلفل رومي ومعاها البصل المبشور، وهنحط شويه بسيطه من الخل وهنضربهم كويس جدا. وعايزين نحط بقيه التوابل، نصها في الخلطه ديت ونصها في الفراخ واحنا بنحاول ان احنا نشوحها. اول حاجه جبت الفراخ بتاعتي حطيتها في المحلول الملحي، وانا اصلا كنت نقعاها ببصل وبهارات وملح. وبعد كده هبتدي ان انا اشوحها كويس جدا في الماده الدهنيه زي ما انتم شايفين كده. انا ما عملتش فيها حاجه غير ان انا حمرتها كويس جدا من الجنبين. كنت ساعتها ابتديت ان انا فرمت الفلفل والبصل والطماطم، وزي ما انتم شايفين كده حاجه بسيطه من التوابل كانت عباره عن بهارات وفلفل اسمر وملح. زي ما انتم شايفين كده بقى هبتدي ان انا احط بقيه التوابل. هنا حطيت جنزبيل وزودت فلفل اسمر وحطيت البهارات بتاعتي وحطيت بهارات الفراخ. وما تنسوش اهم حاجه الجنزبيل، ببقى مزوداه يعني شويه عن بقيه التوابل، لان فعلا الجنزبيل بيدي طعم حلو قوي للفراخ المشويه او الفراخ الصينيه. زي ما انتم شايفين كده بقى انا ما زودتش ميه يا ريت دلوقتي، يعني هي بتنزل الميه منها فيها من الخضار اللي انا فرمته، اللي هو البصل والفلفل والطماطم. برضو انا حطيت، انا بفكركم انا حطيت قرن فلفل واحد بس سبايس كده بيعلي التيست بتاع الفراخ. زي ما شايفين كده انا مظبطه الملح كويس جدا. ابتدي ان انا بقى اسيبها على النار تستوي شويه بشويه، ولازم اغطيها يا جماعه. ما ينفعش ان انا اسوي فراخ او لحمه من غير ما اغطي الصينيه بتاعتي او الوك بتاعي. هنا حطيت 3 معالق من الصلصه زي ما انتم شايفين كده. لو الصلصه بتاعتكم او الطماطم حمرا مفيش مشاكل، خلاص مفيش داعي، لكن انا حطيتها لان الطماطم ما كانتش حمرا قوي. في نفس الوقت الصلصه البيوريه بتدي طعم حلو وتست عالي للفراخ المشويه. زي ما انتم شايفين كده زودت شويه ميه سخنه، زودتها على الخلطه عشان على الفراخ علشان تكمل السوا بتاعتها. بصوا زي ما انتم شايفين كده ريحتها خطيره. ابتديت ان انا يعني كل ما الميه تقل شويه بشويه انا بزود شويه بشويه. هنا حطيت معلقه من العسل الابيض، برضو بتدي تستعالي وبتدي طعم حلو للفراخ، وفي نفس الوقت بتدي لون مع الشوي. وزي ما انتم شايفين كده انا مزودتش ميه كتير، هي بتنزل ميه منها فيها، بس لما الميه احس ان هي نقصت انا ممكن ازود شويه ميه صغيرين لو حسيت ان الفراخ لسه ما استوتش. هنا بقى زودت البهارات بتاعتي كده، يعني حبيت ان انا اجود شويه فلفل اسمر تاني، شويه جنزبيل، شويه بهارات اللي هي 7 بهارات او بهارات الفراخ. الحاجات دي يا جماعه بتدي تست عالي للفراخ. ممكن بلح جوز الطيب حاجه بسيطه كده. واول ما استوت زي ما انتم شايفين كده حطيتها 10 دقايق تحت الشوايه. كنت طبعا محضره الفحمه بتاعتي ولعتها على النار. واول ما زي ما انتم شايفين كده حسيت اللي هي الفحميه ولعت قوي كده. يعني زي ما انتم شايفين كده جبت ورق الفويل بتاعتي او طبق صغير الومنيوم، وابتديت ان انا احط الفحميه فيها وحاجه بسيطه من السمنه او الزيت، وهبتدي ان انا احطها او اضيفها على الفحميه. بصوا عشان تعمل الدخنة زي ما انتم شايفين كده تبقى طعم الفراخ نفسه كله واخد من الفحم. زي ما انتم شايفين كده بطريقة سهلة وبسيطة وما خدتش وقت خالص. عملت معاها رز ابيض، رز سوري بشعرية، عملت سمبوسة ميكس جبن. اعملي الحشو طبعا السمبوسة اللي تعجبك. بصوا اللون بتاعها يا جماعة، يعني ما خدتش وقت خالص. زي ما انتم شايفين كده الاضافات زي الصلصه وزي العسل هي اللي ادت العسل الابيض هي اللي ادت اللون الشوي ده. زي ما انتم شايفين كده طريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. ولو عجبتكم يا ريت تعملوا لايك وشير واشتراك في القناه ومتنسوش تفعلوا الجرس. انا دايما بجيب لكم الوصفات السهله الطعمه الخطيره اللي ما بتاخدش وقت. الوك الواحد وطعمها هايل بصراحه من الاخر. ان شاء الله تعجبكم. زي ما انتم شايفين كده
طالعه في منتهى الجمال. عايزه تزودي معاها اي نوع خضار مفيش مشاكل، برضو طعمها هيبقى في منتهى الجمال. عملنا اسرع واحلى فراخ مشويه، ممكن تعمليها بطريقه سهله وبسيطه ومخدتش وقت، وان شاء الله تعجبكم زي ما انتم شايفين كده وسهله.